السلام عليكم ومرحبا بكم كامل وين ما كنتوا. جمعة مباركة عليكم يا خوتي المتقاعدين ويا خياتي المتقاعدات، ومرحبا بكل متابعين الأوفياء. قبل ما نبداو في فيديو اليوم نطلب منكم طلب مهم بزاف، واللي حب يوصلوا كل جديد يخص المتقاعدين لازم يدير خطوة بسيطة ما تاخدش حتى ثانية. اشتركوا في قناة تقاعدي دي زاد وفعلوا زر الجرس. والله يا جماعة الاشتراك ماشي غير رقم يزيد في القناة، الاشتراك هو الدعم باش نبقاو واقفين ونكملوا نوصلوا صوت المتقاعدين ونخدموا هذا الملف اللي يهم ملايين الناس. اللي مازال ما اشتركش في قناة تقاعدي دي زاد يديرها الآن قبل ما يكمل الفيديو، خاطر راكم تعرفوا باللي كل يوم كاين أخبار جديدة، إشاعات، قرارات، تصريحات، واللي ما يكونش متابع يقدر يضيع عليه خبر مهم بزاف. اليوم يا جماعة راه كاين موضوع دار ضجة كبيرة وسط المتقاعدين في الجزائر. صفحات كثيرة خرجت بعناوين خطيرة، واحدة تقول الخبر صادم، الأثر الرجعي تلغى نهائيا، وصفحات أخرى تقول ما كان حتى أمل، الملف تسكر خلاص. وناس آخرين زادوا قالوا باللي يوم 20 ماي ممكن تكون مفاجأة كبيرة تخص معاشات ومنح المتقاعدين. وكاين حتى اللي قال باللي في 5 جويلية رئيس الجمهورية راح يخرج بقرارات تفرح المتقاعدين. بصراحة كي يشوف المتقاعد هذه العناوين يتخلع، خاصة كبار السن اللي يستنوا أي خبر يفرحهم ولا يخفف عليهم شوية من ضغط المعيشة. هنا لازم نحبسوا ونقولوا حاجة مهمة بزاف. مشي أي عنوان نشوفوه في الفيسبوك ولا أي منشور نصدقوه مباشرة. للأسف كاين صفحات همها الوحيد تجيب المشاهدات والتفاعل وتخلي الناس تدخل وتعلق وتخاف، بصح الحقيقة حاجة أخرى تماما. ولهذا نعاود ونأكد، اشتركوا في قناة تقاعدي دي زد، لأننا نحاول ديما ننقل الخبر بطريقة واضحة ومفهومة وما نخلطوش الأمور. كل مرة كاين خبر جديد يخص المتقاعد تلقاه هنا بالتفصيل. شوفوا يا جماعة، رحت وقلبت وبحثت وشفت وش راه كاين رسميا. لحد الساعة ما كان حتى بيان رسمي من وزارة العمل، وما كان حتى تصريح رسمي من الصندوق الوطني للتقاعد يقول باللي الأثر الرجعي تلغى نهائيا. ما كانش. نعاودها للمرة الثانية والثالثة، ما كانش بيان رسمي يقول باللي الأثر الرجعي راح نهائيا. الناس لازم تفرق بين كلمة حاليا ما كانش جديد وبين تلغى نهائيا. هادو زوج كلمات مختلفين تماما. واللي يتابع مليح يعرف باللي حتى مدير التقاعد في التصريحات الأخيرة كي تسقساه الصحافة على زيادات أخرى قال حاليا ما كانش، بصح ما قالش نهائيا. شوفوا الفرق، كلمة حاليا معناها الباب مازال مفتوح، ولهذا لازم الناس ما تفقدش الأمل بسرعة. ونزيد نطلب منكم حاجة أخرى قبل ما نكملوا، اللي مازال ما اشتركش في قناة تقاعدي دي زاد يشترك دابا، لأنه الأيام الجاية ممكن يخرج أي جديد، وإحنا نحب الناس تكون على اطلاع بكل صغيرة وكبيرة تخص ملفات المتقاعدين. نكملوا معاكم يا خوتي في هذا الملف اللي راه شاغل آلاف المتقاعدين في الجزائر. شوفوا، الحاجة اللي لازم نفهموها مليح هي بلي كاين فرق كبير بين الإشاعة وبين الخبر الرسمي. اليوم ولات وسائل التواصل الاجتماعي سلاح ذو حدين، من جهة تقدر توصل صوت الناس للمسؤولين، ومن جهة أخرى تقدر تزرع الخوف واليأس وسط الناس بكلمة واحدة فقط. تلقى صفحة تهبط صورة كبيرة مكتوب فيها صدمة للمتقاعدين ولا القرار النهائي خرج، والناس تدخل تجري وتبدأ تشارك وهي أصلا ما تعرفش المصدر. لهذا يا جماعة نطلب منكم طلب مهم بزاف، قبل ما تصدقوا أي خبر اسقسوا على المصدر. هل خرج في الجريدة الرسمية؟ هل صرح به وزير؟ هل الصندوق الوطني للتقاعد أعلن عليه؟ إذا ما كانش هذا كامل لازم الإنسان يبقى هادئ وما يستبقش الأحداث، لأن المتقاعد اليوم أصلا راه يعيش ضغط يومي، ما يحتاج واحد يزيد يخلعه بالإشاعات. ونقولها بصراحة، خلال السنوات الأخيرة شفنا بزاف قرارات خرجت في أوقات ما كان حتى واحد متوقعها. شكون كان يتوقع بعض الزيادات اللي صرات؟ شكون كان يتوقع تسهيلات رقمية جديدة؟ شكون كان يتوقع خدمات جديدة للمتقاعدين؟ لهذا نقول لكم ما تستعجلوش وتقولوا خلاص الباب تسد. وصح هنا نحب نطرح سؤال مهم بزاف، علاش أصلا الناس راهي متمسكة بموضوع الأثر الرجعي؟ علاش المتقاعد راه متعلق بهذا الملف؟ الجواب بسيط، لأنه المتقاعد اليوم ما راهوش يهدر على الكماليات، ما راهوش يهدر على السفر ولا الرفاهية. المتقاعد اليوم راه يهدر على حق يشوف باللي يستحقه بعد سنوات طويلة من الخدمة. كاين اللي خدم 30 سنة، كاين اللي خدم 40 سنة، كاين اللي فنى شبابه كامل في الخدمة.
واليوم كي يشوف الغلاء يقول على الأقل يكون تعويض يخفف علينا شوية. ولهذا الناس ما زالت متمسكة بالأمل. وهنا نزيد نطلب منكم حاجة مهمة. إذا أول مرة تشوفنا وما زالت ما اشتركتش، اشترك الآن في قناة تقاعدي دي زاد وفعل الجرس. علاش؟ لأننا كل يوم نحاول نجيب الأخبار والتوضيحات بطريقة بسيطة ونبعدوا على التخلاط. الاشتراك ديالكم هو اللي يخلينا نواصلوا ونخدموا هذا الملف ونوصلوا صوت المتقاعد للمسؤولين. وزيد حاجة أخرى، راكم تشوفوا باللي بزاف متقاعدين ولات عندهم أسئلة كثيرة. واش كاين جديد؟ واش راه صاري؟ هل كاين قرارات مخبية؟ هل راه كاين جديد في 5 جويلية؟ هذه كامل أسئلة مشروعة، بصح الجواب لازم يكون من مصادر واضحة. شوفوا يا جماعة، من خلال متابعة ملف المتقاعدين لسنوات تعلمنا حاجة مهمة بزاف. القرارات الاجتماعية الكبيرة مرات تجي في مناسبات وطنية ولا ظروف معينة، وهذه حاجة شفناها من قبل. لهذا بعض المتقاعدين راه عندهم أمل باللي المناسبات القادمة تقدر تحمل أخبار جديدة. مانيش نقولكم أكيد ولا نعطيكم وعود، لا، بصح نقولكم باللي الباب مازال ما تسدش، وما كان حتى واحد يقدر يخرج ويقول للناس خلاص انتهى الملف نهائيا. وكاين نقطة أخرى مهمة بزاف لازم نهضروا عليها. رئيس الجمهورية في أكثر من مرة تكلم على الفئات الهشة وعلى القدرة الشرائية، والمتقاعد داخل في هذه الفئات اللي تحتاج اهتمام كبير، لأن الواقع صعيب يا جماعة. الأسعار طالعة، المواد الغذائية غلات، الدواء غلا، حتى أبسط الحاجات ولا تتكلف. المتقاعد اللي يخلص معاش محدود راه يحسبها بالدينار، يحسب واش يشري وواش يخلي. كاين متقاعدين عندهم أمراض مزمنة، كاين اللي يصرف على أولاده، كاين اللي يعاون حتى الأحفاد. لهذا ماشي سهل. واليوم المتقاعد ما راهوش يطلب المستحيل، ما راهوش يطلب طائرة ولا قصر، راه يطلب يعيش بكرامة فقط. ونزيد نذكركم يا خوتي، اللي مازال ما اشتركش في قناة تقاعدي دي زاد يشترك الآن، ونقولها بإلحاح لأن القناة راهي مخصصة لهذا الملف. أي جديد يخرج سواء قرارات أو تصريحات أو أخبار رسمية تلقوها هنا مباشرة. ودعمكم بالقناة يخلي صوت المتقاعدين يوصل أكثر، لأن كل إعجاب وكل اشتراك يخلي الفيديوهات تنتشر أكثر ويشوفها ناس أكثر. وفي الأخير يا جماعة نحب نخرجوا برسالة مهمة بزاف. المتقاعد اليوم يحتاج المعلومة الصحيحة، يحتاج الوضوح، يحتاج احترام سنوات الخدمة اللي عطاها البلاد. ما يحتاج إشاعات، ما يحتاج تخويف، ما يحتاج صفحات كل يوم تبدل الهضرة. لهذا نطلب منكم ديما خذوا الأخبار من مصادر رسمية، وخلوا عندكم وعي، ماشي أي منشور نصدقوه. ونقول حاجة أخرى مهمة، المطالبة بالحقوق حق مشروع، بصح لازم تكون بطريقة واعية ومحترمة ومنظمة. المتقاعد عنده كامل الحق يطالب بتحسين ظروفه، يطالب بالتوضيح، يطالب بمعرفة واش راه صاري في الملفات اللي تخصه. وإن شاء الله الأيام القادمة تبين كل شيء. إذا كان كاين جديد رسمي أكيد راح نوصله لكم مباشرة. وقبل ما نختم نعاود نطلب منكم بإلحاح، اشتركوا في قناة تقاعدي دي زاد. اللي مازال ما اشتركش يدير اشتراك الآن ويفعل زر الجرس، لأنه الملفات اللي جاية راهي كبيرة بزاف، وراكم تعرفوا باللي كل يوم يخرج جديد. إذا وصلتم حتى لهنا اكتبوا في التعليقات ربي يفرج على كل متقاعد. ونشكركم كامل على المتابعة. ربي يحفظكم ويعطي الصحة لكل متقاعد ومتقاعدة على سنوات التعب والخدمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.